Okay, let's go. Okay, let's go. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم فيديو جديد على القناه ديالي. اليوم رجعت نهضر لك مره تانية على جوج ديال المنتجات اللي ديجا هضرت عليهم، راه دايره فيديو عليهم قبل، وهما هاد ديال انتيما غلو سيروم وهاد انتيما فريش. هاد المنتجات ديال لوكوا انتيم اللي داير ضجه في المغرب، ولكن في هذا الفيديو غادي نعطيكم رايي بصراحه بحكم انني جربتهم، وغادي نوضح لكم بزاف ديال النقاط اللي توصلت بها من التعليقات ديالكم والاسئله اللي جاتني من بعد ما خرج الفيديو الاول. هادشي كامل من التجربه الشخصيه ديالي، ماشي اعلان، ماشي نصيحه طبيه، غير رايي كوحده جربت وبغات تشارك معكم المعلومه. نبداو باول منتوج اللي هو انتيما فريش، اللي هو هذا كيبان عليه فيه 200 مليلتر. كتبين عليه باللي هو ناتوريل 100%. جيل ديال الغسيل للمنطقه الحساسه. هذا المنتوج بصراحه من بين الاشياء اللي عجبوني البساطه ديالو، ما عندوش داك الريحه اللي قويه اللي كتبرزط، ما فيش داك الفم اللي كيعذب في الفتيح، بالعكس الفم ديالو ها كيفاش داير دغيا كتضغط عليه راه عليه يسالي. كتلقاو بعض المنتوجات اللي كيسبوا الجفاف، هذا ما كيسبب الجفاف. القوام ديالو فحال الكريم، خفيف، كيعطي احساس بالنظافه، ما كيعملش حساسيه، ما كيصلخش البشره. اول نصيحه غادي نعطيها لكم البنات هي راه المنطقه الحساسه ما محتاجاش بزاف ديال المواد ولا الروائح ولا المعطرات لاي حاجه قويه بزاف، كتقدر تخسر لك التوازن ديالها وتجيب لكم التهابات ولا الحكه. وهذا الجيل جات فيه الميزه انه خفيف وكيهدي، خصوصا اللي كيحسوا بالحساسيه داغي او عندهم جفاف. المهم البنات هذا بزاف دخلوا كيسولوني كيفاش كنستعملو. انا بالنسبه لي كيفاش كنستعملو، انا كندير شويه في يدي مع شويه ديال الماء وصافي، كنغسل فيه من برا ماشي من داخل. وهاد القضيه ديال الاستعمال الداخلي ضروري خاصني نعاودها لكم 10 ديال المرات، لان بزاف ديال البنات كيديروا هاد الغلط. الاغتسال الداخلي كينظف بوحدو، ما خصو حتى شي منتوج يدخل له، ولا غادي تخسروا البكتيريا النافعه اللي كتحميكم. من بعد الغسيل كتنشف بواحد الفوطه، غير كتنشف، ما كتحكش، ما كتمسحش بالجهد، حيت داك الاحتكاك الزايد كيقدر يدير حساسيه. بالنسبه للشعور من بعد ما جربت هذا، كنحس بالراحه، ما كيبقاش داك الاحساس ديال داك الاحساس ديال الشد ولا كيعطي شي ريحه يعني كتبرزط، بالعكس الريحه ديالو خفيفه وزوينه. بالنسبه انا كنعملو مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه، ما كنديروش يوميا الا الا كان شي تعرق. عاد ديك الساعات كنديرو لا كنت غنخرج يوميا، كنعملو مره في الصباح مره في العشيه، مره نستعملو غير في الصباح مره نستعملو غير في الليل، ما كنديروش دائما. بالنسبه للراي الخاص، الناس اللي كيسولوني واش نشريه ولا ما نشريش، انا بالنسبه لي من التجربه ديالي الاستعمال ديالي لهاد لوكوا انتيم، التجربه ديالي ليلو، راه ماشي شي حاجه اللي واو اللي طوب، اللي زعما الناس اللي عندهم الحكه، والناس اللي عندهم التهابات، والناس اللي عندهم شي مشكل، ما نصحكمش بهذا، حيت هذا ما كيعالجش، عادي بحال جيل عادي، شي صابون عندك في الدار كتغسل به وكيخلي واحد الريحه زوينه، ولكن ديك الريحه ما كتبقاش نهار كامل، راه كتحيد، كتكون في ديك اللحظه ديك الريحه اللي زوينه اللي كيهضروا عليها اللي دايرين بوم عليها باش كتكون. اللي كيقول لك لانه فيه منتوجات طبيعيه، فيها الخزامه، مهم كاينين في الفيديو الاخر غتلقاو كاع المعلومات اللي كاينه في هذا المنتوج هذا. بالنسبه لي انا الا كانت الحكه وشي حاجه راه ما كيعالجش، عادي جاني، عادي ما جانيش شي حاجه واو، غالي وصافي، غالي. انا كنت خديت باك ديال جوج ب 450 درهم، هذاك الشيء علاش جاني غالي، حيت نورمالمون جيل انتي 100 درهم 120 درهم كيداوي هادي فيه البي اش، هذا ما فيهش بي اش، فيه 200 مليلتر، يعني راه كيدوز لكم الوقت بزاف. ندوزو دابا لهذا المنتوج اللي هو انتيما غلو سيروم. هذا المنتوج اللي كيقول لك كيحيد كاع الكحوليه اللي كتكون عندنا وداكشي. بالنسبه لهذا الانتيما غلو اللي هو واحد من المنتوجات اللي البنات سولتني عليه بزاف، كيقول لك
واش فعلا كينفع التفتيح، واش ما كيديرش حساسيه، واش النتيجه ديالو مضمونه. غادي نهضر لكم على كل شيء بصراحه. بالنسبه هاد السيروم الهدف ديالو هو يعمل واحد الاشراقه في المنطقه ويقدر يوحد اللون، ولكن ضروري خصنا نفهموا باللي ان التفتيح ديال هاد المنطقه ماشي بحال الوجه، حيت العوامل اللي كتغمق اللون مختلفه. احتكاك، ملابس كتكون مزيره، الهرمونات، الحماله، التهابات كتكون ديجا قديمه. يعني السيروم غير كيساعد، ولكن ما يمكنش نتسنى واحد النتيجه اللي تكون اللي نقولوا عليها واو بحال اللي كيبينوا في الريزو سوسيو. بالعكس، القوام ديالو خفيف، هذه اول ميزه. ما كيلصقش، ما كيبقاش الطبقه كتبقى لك عليها، ما كيعملش الاحتكاك. كنستعملو انا غير في الليل، حيت بالنهار الحركه واللباس كيخليو داك المفعول ديالو ما كيديرش. الطريقه اللي كنعملو انا من بعد الغسيل، كنخلي المنطقه تنشف مزيان، ومن بعد كنحط 2 نقط صغار في واحد الكوطون ديسك، وكنوزع بلطف بلا ما كنبرك، غير كنمسح غير بشويه، ما كنديرش كميه كبيره باش ما يتخنقناش. زعما هذيك البلاصه ما كتخنقش وما يكونش كيتلصق. دابا النتيجه اللي هي مهمه، انا شخصيا غادي نقول لكم باللي هذا انا كنديرو مي كندوش، ما كنديروش يوميا، كنعملو غير في لي زيسيل، ما كنديروش كاع في المنطقه الحساسه ديالي، ما كنديرو في لي زيسيل فقط. بالنسبه لي انا ما عنديش كحوليه بزاف، عندي عادي، انا ما لقيت حتى شي نتيجه عليه. بالنسبه لهذا جاني عادي، كيخليها واحد الريحه وصافي، كيخلي واحد الريحه زوينه. الا كانت فيك ريحه العرق ولا شي حاجه، هو كيخلي واحد الريحه. انا كنخليه ساعه حتى 2 ساعات وكنمسحو، ما عمري كنبات به. دابا النتيجه الاهم، انا شخصيا لاحظت واحد الفرق صغير، ولكن الناس كيقولوا راه غادي كيبان الفرق من بعد اسبوعين حتى 3. انا ما جربتش ديك 3، انا كنعملو مره كيقول لك كيعطي نعومه واشراقه. بالنسبه للتفتيح مره ما كيبانش لا في الايام الاولى ولا شهر ولا شهرين، هما كيقول لك خاصك من شهر حتى شهرين باش تبان النتيجه راقيه. وهذا الشيء الطبيعي، لان البشره كتعاني من السواد والاحتكاك، كتحتاج الوقت باش ترجع لتتوازن. الا عندك تصبغات بسبب الهرمونات او الحمل، السيروم بوحدو ما غاديش يحل المشكل، غادي يخفف شويه اللون وصافي. بالنسبه العوارض الجانبيه، انا ما جانيش حتى شي مشكل. هاد النقطه كتختلف من بنت لبنت، يعني انا ما طرالي لا احتكاك لا حساسيه لا والو. النصيحه ديالي لكم، ديروا واحد الاختبار في واحد البلاصه صغيره ديال الجسم قبل ما تعمليه، وخاصه البنات اللي عندهم حساسيه من العطور ولا من المواد ولا المواد الكيماويه. هما كيقولوا طبيعي، بالحق الله اعلم الحاجه اللي كتجيني انا فيها البارفان فيها هادشي كتجيني ماشي طبيعيه. نزيد نشارك معكم واحد النصائح اللي ديجا ساعدوني انا في النظافه ديالي. لبسوا لباس داخلي يكون ديال القطن باش المنطقه تكون كتنفس. حيدوا ديك اللباس اللي كيكون مزير بزاف حيت كتعمل الاحتكاك. ديروا الترطيب بعد الاستحمام الا كانت البشره ديالكم جافه. ما تخلطوش المنتجات بزاف، خليو الروتين بسيط، غسول، سيروم ولا ترطيب فقط. الا كنتي حامله ضروري تسولي الطبيب ديالك قبل الاستعمال. وفي الايام اللي كتحسي بها التهيج ولا هكا، حبسي كلشي، خلي المنطقه ترتاح. هادو ولا داروا لك حساسيه حبسيهم، ما تكملوش فيهم. الراي ديالي في المنتوج ديال انتيما فريش عادي، منتوج زوين للاستعمال اليومي، ناعم، ما كيديرش شي مشاكل، عادي كتنظفي عادي، تقدر تنظف غير بالماء، كيعطي نتيجه. ولكن خاص واحد الوقت. هاد الانتيما كلاو كيعطي نتيجه، ولكن خاص واحد الوقت، الصبر. انا ما عنديش داك الصبر، ماشي شي حاجه كتقلب حياتك من النهار الاول، لا بالعكس، عادي جاني شي حاجه عادي ماشي طب. بالنسبه اللي كيقول لك كيبيض واو راه كيكذبوا، ما عطاني حتى شي نتيجه وما كنتبعوش وما كنديروش. انا من ديك النوع ما يمكنش شي شهرين عاد تبان النتيجه في هذا، كيجيني ممل. واصلا والله ما يحيد لكم الكحوليه، راه ما كاينش شي حاجه اللي كتحيد التصبغات والكحوليه من غير لي فيتامين. الا بغيتو نعمل لكم فيديو ثالث نقارن فيه ماركات اخرى بحال نوريفا، ايفاكوب، لاكتاسيد ولا اي منتوجات اخرى للمنطقه الحساسيه، قولوا لي في الكومونتيرات وانا معكم. ما تنساوش تخليوا لي رايكم والتجربه ديالكم، راه التعليقات ديالكم هي اللي كتعطيني الحماس باش نكمل. شكرا بزاف على المشاهده، والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم البنات، بسلام عليكم، باي باي.